يقول السائل: ما هو حال القارئ عبد الباسط عبد الصمد والقارئ محمد خليل الحصري والقارئ المنشاوي، وهل يجوز الاقتداء بهم واتخاذهم قدوة؟ هؤلاء غير معروفين عندنا، نعرف أنهم قراء فقط، ولكن الذي يظهر لي اعتداله وأن قراءته خالية من التكلف، لا سيما في المصحف المرتل، هو القارئ محمد صديق المنشاوي، ولهذا ننصح باستماع قراءته، بالاستماع إلى قراءته واقتناء تلاواته. وهذا ليس حكما منا على منهج الرجل وأن منهجه سليم وأن معتقده سليم، لا، ليس كذلك، هذا حكم على القراءة فقط. أما عقيدة الرجل ومنهجه فهذه ليست معلومة عندنا.